ركزي معايا، لأن الكذب اللي انت بتكذبيه على نفسك، الصرخة اللي جوه قلبك اللي محدش شايفها، أنا شايفاها وحاسة بيها، وعارفة إن انت من جواكي بتصرخي، لكن من بره بتتظاهري وبتتجملي إن انت بتضحكي، إن انت مبسوطة ومش همك، ولو حد سألك بتقولي تمام، أنا تمام. لا، انت مش تمام، انت جواكي في شرخ وفي وجع وفي جوه في مصايب وفي بلاوي، وفي كملتي البرنامج دوت الشرخ اللي جواكي والوجع ده والصرخة دي أنا هقضي عليها، هخلي روحك من جوه بتضحك، لأن والله مفيش حاجة مش سهلة أبدا إن انت تصرخي وإن انت تتعذبي وإن انت تنامي ليلة واحدة ودموعك على خدك، أو تنامي ليلة واحدة وانت حزينة. اوعي تفتكري إن السعادة عشان حد يخش في حياتك لازم تبقي سعيدة وتبقي فرحانة. انتي اخلقي سعادتك بنفسك، الدنيا فيها حاجات كتير حلوة، انتي لو فكرتي في نفسك انتي بس هتجذبي السعادة ليكي، هتجيبي لنفسك الشخص الصح اللي هو يستهلك ويستحق. حاجة بتوجع الستات والبنات مش الفلوس ولا المظاهر، أكتر حاجة وجعاها من جوه الحب اللي ضاع، الفراق، الخيانة، كسرة القلب اللي محدش شايفها غيرك انتي وبس. بس لما بتعترفي بالوجع ده وبتبدأي تهدي قلبك من جوه واحدة واحدة كده وخطوة خطوة بيبدأ يرجع يعيش من جوه، بتبدأي بتحسي بالراحة، بتبدأي تقولي إن فعلا مفيش حاجة تستاهل. في رمضان ممكن نصلي ونصوم ونكون ملتزمين بكل الطاعات، ولكن الروح مش مرتاحة، لأنك بتركزي على اللي خارج من بره، الصلاة، اللبس، الشكل، العبادات، لكن اللي جوه بتنسيه. الترميم الحقيقي بيبدأ بالصدق مع نفسك، لما تبدأي تعترفي بالوجع وتقولي لنفسك أنا فعلا موجوعة، هنا بس بتبدأي أول خطوة في الشفاء. النهاردة عايزاكي تعملي حاجة بسيطة معايا، هاتي ورقة وقلم واكتبي أول حاجة هتخطر في بالك، حاجة طول عمرها وجعاكي، حب ضاع، فراق، كسرة قلب، أي حاجة بتحسيها تقيلة على قلبك، واكتبي جنبها أنا محتاجة إيه عشان أترمم، وحطي علامة استفهام كبيرة كده اهو. مش لازم الإجابة النهاردة ولا دلوقتي، المهم تعترفي قدام نفسك بالوجع. ترميم يعني ازاي رجع قلبي هادي ونضيف من جوه. حطي علامة الاستفهام واكتبي السؤال وسيبيه، والله الحل والإجابة هتيجي لوحدها. أول لما تبدأي التمرين ده صدقيني أول خطوة صغيرة هتخلي قلبك يحس بالراحة، الراحة اللي ما حسش بيها من سنين. بس انتي ابدأي التمرين ده، وأول لما تبدأيه بقسملك برب الكعبة هتحسي براحة، لأن مجرد الكتابة بالورقة والقلم بتخلي الروح من جوه تهدى. ده ربنا سبحانه وتعالى أقسم، نون والقلم وما يسطرون، ربنا أقسم بالقلم. أول لما الوحي نزل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اتقال له اقرأ، القراءة والكتابة نعمة تحمدي ربنا عليها، اكتبي بالورقة والقلم لأنهم فيهم سحر تفريغ المشاعر السلبية اللي جواكي، سحر تفريغ الوجع اللي جوه قلبك. اكتبي وحطي علامة الاستفهام الكبيرة وسيبيها لربنا، وانزلي وروحي شغلك وروحي ودي ولادك المدرسة واعملي كل اللي نفسك فيه، اتحركي في الحياة عادي، اعملي كل المهام اللي انت بتعمليها كل يوم، سواء كنتي طالبة، ست بيت، متجوزة، مخطوبة، ايا كان ايه انتي. حطي علامة الاستفهام الكبيرة واكتبي، والإجابة هتيجي لوحدها
مش هتبقى عارفة الإجابة جاتلك إزاي ولا الحل، وهتحسي براحة قلبك محسش بيها بقاله سنين كتير، سنين كتير موجوع من جوه، قلبك محسش بالراحة. أول لما تكتبي أنا قلبي محتاج إيه عشان يترمم، عشان التقل اللي جواه يروح من عليه، وهتحطي علامة الاستفهام وهتفوضي أمرك للي خلقك، لرب العالمين، هتلاقي نفسك بترتاحي، والله هتلاقي روحك بترتاحي. جربي وقوليلي. في الحلقة الجاية إن شاء الله رب العالمين هكشفلك أخطر شرخ جوه كل واحدة فينا، الشرخ اللي بيخليكي تصلي وتعيطي وتضحكي وجواكي فيه فراغ. لو حسيتي ان الحلقة دي لمستك من جوه، اوعي تفوتي الحلقة اللي جاية، لانك انتي على وشك اول خطوة في التغيير الحقيقي. وفي النهاية انا ماشية على مهل بس مطمنة، وما توفيقي الا بالله رب العالمين، عليه توكلت واليه انيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورمضان كريم علينا وعليكم إن شاء الله رب العالمين.